السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متأكدة ان اي حد بيشوف الفيديو ده بعد ما يخلص اكيد ان شاء الله هيجرب التجربة دي. تعالوا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف ايه هي التجربة. عندي كيلو من اللية بجيب نوع كويس دهن حيواني. هي الكيلو بتاعها في حدود 70 جنيه 60 جنيه في الحدود دي يعني. بتجيبها من عند الجزار وبتقولوا له عايزة حتة دهنة تكون كويسة. مهم اوي ان الدهنة نفسها تكون كويسة. بص انا جايبه اللهم بارك بيضة وجميلة ما فيهاش اي حاجة عشان تنجح في الوصفة اللي معانا. هبدأ ان انا اقطعها. بص انا اوريكم بس ايه الدهنة اللي انا جايباها شكلها ايه. طبعا الزيت غالي دلوقتي وما بقاش بيقضي اي حاجة. تعالي بقى اعملي سمنة فلاحي، حرفيا هي سمنة فلاحي ما مش هتختلف عليها اتنين. ببدأ ان انا اقطعها، بس بقطعها لحتت صغيرة مش كبيرة. حتى الحتت دي ببدأ ان انا دلوقتي اقسمها لمربعات تكون صغيرة جدا. لو لسه ما حطيتيش اللايك فضلا تحطيه وتشجعوني كده بكلمة حلوة عشان اتشجع واعمل فيديوهات يعني كتيرة وكده. بص انا قطعتها رفيع خالص كده. بصوا بقى ده كان منديل كله طبعا انا هشغله مش هركن اي حاجة منها، بس بوريكم ان حتة الدهنة نظيفة. ولازم الدهنة تكون دهنة بقر جاموس، ما تكونش دهنة خرفان عشان دهنة الخرفان بيكون فيها ريحة. هجيب بقى الحلة وابدأ ان انا الم كله واحطه فيها وهرفعهم على النار. ده شكلهم. هبدأ بقى ارفعهم على النار. في الاول النار هتكون عالية اول غلوة كده، بعدين بهدي عليهم النار خالص. هي مش هتاخد وقت، المرحلة دي مش هتاخد وقت خالص. هحط لها بس كوباية من المية وهغطي عليها. اول ما تغلي هدي عليها النار. دي بقى سمنة ينفع تعملي بيها الحلويات، تعملي منها البيض، تعملي منها الرز، المحشي، الطبايخ، اي حاجة. هي حرفيا ما فيهاش اي ريحة ولا يعني ما تختلفش على السمنة الفلاحي. بصوا كده لسه كوباية المية زي ما هي وزادت كمان، لان هي اصلا بتنزل مية. انا مش عايزة الدهنة تنزل اللي فيها، لا انا عايزاها تنزل ميتها فقط. بصوا لانت معايا الفترة دي ما بتاخدش 5 دقايق. في الوقت ده بقى هسيبها تهدى مش تبرد، عشان لو بردت مش هتنفع. هسيبها تهدى كده شوية وبعدين هاخدها واحطها في الخلاط. ايوه هحطها في الخلاط. بصوا يا دوب هي هدت كده سنة بسيطة وخدتها عشان اضربها في الخلاط. هي كل اللي منزلاه ده مية مش دهن. هضربها بقى كده كويس وبعدين هاخدها وارجع بيها في نفس الحلة تاني. هرفعها على النار وهوطي عليها النار تغلي غلوة وهوطي عليها النار. هتشوفوا دلوقتي المراحل اللي هتمر بيها. بصوا اول لما بتوصل للمرحلة دي اللي هي زي فوران كده، هوريها لكم من قريب. خلاص هضيف بقى عليها كيلو من الحليب. لونها يبدأ يصفر معايا. بصوا اللون بدأ يصفر معايا كده. الحليب طبعا كان بارد، هسيبه يغلي غلوة وههدي بقى عليها النار تماما. هعملها بقى معاملة السمنة فعلا، ومن وقت للتاني اقلب فيها. خلاص في الوقت ده كأنك بتسيحي بقى سمنة اللي هي جايبة زبدة وبتسيحيها عشان تكون سمنة. هوريكم بقى. انا مش هغطيها عشان اللبن ما يفرش. هسيبها كده على نار هادية. احط لها معلقة صغيرة من الملح، والملح هنا ده يعني كمادة حافظة وعشان تديها طعم.
بصوا بقى هنا انا كده هبدأ ان انا اقفل عليها. بصوا بدأت تعمل ازاي. يعني لما توصل للمرحلة دي انا بقفل عليها النار. مصفى بقى حلوة، ولو المصفى الخرام بتاعتها واسعة هتحطي فوق المصفى منديل وهتنزل معاكي مفيش مشكلة، بس عشان ما يكونش فيها اي شوائب. هبدأ ان انا اصفيها. بصوا عاملة مرتة كمان، عاملة شغل جامد الصراحة وبجد طعم وريحة. هصفيها بقى كويس، هتشوفوا بقى العظمة. بصوا لونها اصفر، رايقة، ريحتها جميلة. يعني انا حرفيا قلت لجوزي دي سمنة فلاحي، هو قال ان انا جايبة سمنة فلاحي من بره، بس قلت له لا دي بقى بالدهنة، انا عملتها بالطريقة دي عجبته جدا. بصوا الجمال ما شاء الله. انا كنت هحطها بفراطيم واحفظها، بس لقيتها يعني قلت الحلة على قدها خلاص، مش هقعد بقى ايه من هنا لهنا، لا خليها كده زي ما هي. بصوا الصفيان. خلي بالك لو انتي من الناس اللي بتشتري سمنة فلاحي، خلي بالك برضو عشان في غش بالشكل ده كتير. يعني السمنة الفلاحي بتكون مرملة، دي ما بتكونش مرملة. بصوا دي بقى المرتة اللي هي عاملاها، انا هحمرها شوية كمان عشان تاخد لون يعني، على نار هادية كده وتحمر معانا. ودي بقى السمنة. انا كده خلصت فيديو النهاردة، اشوفكم على خير في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك. مع السلامة.